بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب الليبي العظيم، تنفيذا لإرادتك الحرة وتحقيقا لأمانيك الغالية واستجابة صادقة لندائك المتكرر الذي يطالب بالتغيير والتطهير ويحث على العمل والمبادرة ويحرض على الثورة والانتظام، قامت قواتك المسلحة بالإطاحة بالنظام الرجعي المتخلف والمتعفن الذي أسكمت رائحته النتنة الأنوف واقشعرت من رؤية معالمه الأبدان، وبضربة واحدة من جيشك البطل تهاوت الأصنام وتحطمت الأوثان، فانقطع في لحظة واحدة من لحظات القدر الرهيبة ظلام العصور، من حكم الإتراك إلى جور الطغيان، إلى عهد الرجعية والرشوة والوساطة والمحسوبية والخيانة والغدر. وهكذا منذ الآن تعتبر ليبيا جمهورية حرة ذات سيادة تحت اسم الجمهورية العربية الليبية. صاعدة بعون الله إلى العمل إلى العلا، سائرة في طريق الحرية والوحدة والعدالة الاجتماعية، سافرة لأبنائها حق المساواة، فاتحة أمامهم أبواب العمل الشريف، لا مهضوم ولا مغبون ولا مظلوم ولا سيد ولا مسود، بل إخوة أحرار في ظل مجتمع توافرت عليه إن شاء الله راية الرخاء والمساواة. فهاتوا أيديكم وافتحوا قلوبكم وأنسوا أحقادكم، وقفوا صفا واحدا ضد عدو الأمة العربية، عدو الإسلام، عدو الإنسانية الذي أحرق مقدساتنا وحطم شرفنا. وهكذا سنبني مجدا ونحيي تراث ونفخر الكرامة زرحت وحق نتصف. فيا من شاركتم عمر المختار جهاد المقدس من أجل ليبيا والعروبة والإسلام، ويا من قاتلتم مع أحمد الشريف قتالا حقا، يا أبناء البادية، يا أبناء الصحراء، يا أبناء المدن العريقة، يا أبناء الرياض الطاهرة، يا أبناء القرى، قرانا الجميلة الحبيبة، ها قد دقت ساعة العمل فإلى الأمام. وإنه يسرني في هذه اللحظة أن نطمن إخواننا الأجانب بأن ممتلكاتهم وأرواحهم سوف تكون في حماية القوات المسلحة، وإن هذا العمل غير موجه ضد أي دولة أجنبية أو معاهدات دولية أو قانون دولي معترف به، وإنما هو عمل داخلي بحث يخص ليبيا ومشاكلها المزمنة. وإلى الأمام، والسلام عليكم ورحمة الله. سيديها حزانك ونهد الحكم اللي هانك، حكم اللي هانك، أما اليوم كبير مكانك، كبير مكانك في العالم، أم المبادئ